فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة زوال اليوم الاثنين 23 يناير الجاري مع مفتش شرطة ممتاز يعمل بدائرة للشرطة بمنطقة أمن قلعة السراغنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز. ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية بإشراف مباشر من ممثل النيابة العامة المختصة على ضوء بلاغ تقدمت به إحدى المواطنات من توقيف الشرطي المشتبه به وهو في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة. وتم إيداع الشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المشتبه فيه، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ الجزاءات التأديبية التي يفرضها النظام الأساسي لموظف الأمن الوطني، وتقتضيها كذلك إجراءات التخليق في صفوف الوظيفة الشرطية.